السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا يوم جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. وإلا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يسترنا يا رب ويستركم، وإن شاء الله يجعل سنيننا دايما خضرة. إن شاء الله يجعل سنيننا وسنينكم دايما خضرة يا رب العالمين. إحنا الشجر اللي كنا زارعينه جنب البيت، اللي كنا زارعينه على الجنب ناحية الشمال، يعني جنب البيت اللي أنا دايما بقعد جنبيه، كنت في البث المباشر. الشجرة دي بقى عملت ايه؟ العروق بتاعتها دخلت تحت الحيطة بتاعت البيت، فعملت معايا مية، بقت تجيب مية. شجرة زارعين شجرة، هي شجرة ظل، كنا زارعين لنا نخلة ومش عارف شجرة ليمون وشجرة مانجا. فحولناهم احنا وخالد جارنا الله يبارك فيه، ربنا يكرمه يا رب ويسهل الحال ويسعد ان شاء الله. احنا يعني قلت له معلش تعالى اعملهم معايا، مهما كان برضه انا مش هقدر يعني اطلع الجذور بتاعتهم من الارض. ما شاء الله يعني الله يكرمه وربنا يبارك لنا يبارك فيه ويدي الصحة. صراحة على طول يعني جاء قال لنا ايه خلاص انا يوم الجمعة فاضي، جمعة الصبح قبل الصلاة هاجي اعملهم ليك. جمعة طيبة علينا وعليكم ان شاء الله وعلى أمة محمد، قادر يا كريم، علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يسترنا ويستركم يا رب، تحت الأرض وفوق الأرض. وربنا يكرمكم ويكرمنا، وأهل الخير ناس الخير معانا ومعاكم يا رب العالمين. استرها معانا ومعاكم جميعا. فهو دلوقتي احنا يا دوب اهو بنطلع أول واحدة، لقينا العروق بتاعتها كبيرة وداخلة تحت العتبة معايا، تحت الحيطة. كناش عارفين المية بتيجي من فين. العيال كانوا بيسقوها مية طبعا، والمية كانت ايه بقى بتنتح، جات معانا تحت الحيطة. قلت له انا خلاص احنا حنحولهم وحنساوي المكان ونلم منه الحصحاص ونساوي ايه، نساوي المكان بالتراب بتاعهم يعني اللي هيطلع من تحتيهم. والجذور بتاعتهم لسه قاعدة لازقة في الأرض. الحمد لله يعني رب العالمين احنا قدرنا طلعناهم. ودي هنحولها وهنحطها هنا اهو في حضن الجبل. بقى هنعمل ايه؟ النصيب الحمد لله رب العالمين. احنا زعلانين على ان احنا طلعناهم من الأرض، بس الحمد لله رب العالمين هو قال لنا بقدر الإمكان يعني احنا ايه هنخليهم، هنحطهم في حتة تانية وهنردم عليهم، وهتبقى ايه الدنيا ان شاء الله تبقى مرتاحة وحلوة. انت حبيبة جات هي كمان مسكت معانا الشجرة، طبعا هو هيدخل الجذور بتاعتها في الأرض وهيردم عليها. يلا الحمد لله رب العالمين، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس. من طالما الدنيا الحمد لله مستورة يعني، ربنا يسترنا جميعا، يسترنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه احنا وأنتم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني لحد دور الجمعة كنا خلاص قربنا نخلص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا حولنا الشجرة دي اللي هي شجرة الظل، حولناها وخطيناها في الناحية التانية. شجرة المانجا احنا برضو هنحولها ونحطها في مكان. وبرضو النخل كان في نخلة وكان في شجرة ليمون، كنا شلناها بجذور وحولناها الناحية التانية. بس شجرة المانجا كانت طالعة لفوق ومشعبة جامد، يعني كانت تتوقع معايا الحيطة بتاعت الباب. اهو بيطلع النخلة اهو، الله كتر خير الراجل تعب صراحة، ربنا يبارك فيه يعني، ربنا يكرمه ويديه الصحة ان شاء الله، وسع عليه ويرزقه ببنت الحلال ان شاء الله اللي تريحه رب العالمين. ربنا يكرمه يا رب، وسع رزقه ان شاء الله يعني.
والله هو الراجل صراحة يعني قد سبحان الله كتر خيره يعني. ربنا يكرمه يا رب. خد معانا والله أكتر من ساعتين وإحنا بنطلع في شجرات دولة. دولة ولا 5 6 شجرات جنب بعض. يعني التراب اللي طلعناه الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه جوزي زمان والله كنا ردمين الحتة دي كده على الحجر علشان نعمل شوية الزرع دول. وعملناهم وشوف عاد زرعوا معانا قعدوا معانا ما شاء الله. شوفي احنا قاعدين في البيت ده يمكن لنا داخلين دلوقتي على أكتر من 15 سنة واحنا قاعدين فيه البيت ده. يعني هو قاعد معانا فيه 7 سنين وهذا الوقت لينا 7 سنين احنا قاعدين فيه بعد ما هو توفى التامنة كمان السنة التامنة دي. الله يرحمه ويسامحه يعني ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. والناس اللي احنا قاعدين مأجرين عندهم دول يعني الحمد لله ناس كويسين مرضوش يمشونا بعد المرحوم ما مات. وزرعنا شجر وزرعنا بتاع وسوينا الأرض والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني كل اللي يجيبوه ربنا لنا كويس. اللهم اجعلنا راضين. اللهم اجعلنا صابرين يا رب العالمين. اللهم صبرنا واجبر بخاطرنا ويا رب يجبر بخاطرنا وخاطركم وخاطر جميع المسلمين. يا آمين يا رب العالمين. يا رب ربنا يجبر بخاطر جميع الناس اللي في جميع أنحاء العالم. ويا رب قناتي تكبر بيكم وبمشاهداتكم ومتابعاتكم معايا وبصماتكم. اهو انا دلوقتي اللي بقول لهم خلاص انا هعمل معاكم كمان شوية. كل واحد ايه يعمل شوية. هو انا كنت لما انا جيت عملت كده وعملت له الشاي قلت له اشرب شاي انت وانا ايه اطلع لك شوية الطوب دي من هنا كده بالمسحة دي. وبعدين انت تعالى ايه اقلح الشجرة يعني اشرب. قلت له اشرب الشاي عمال انا ما لميت الحتة دي هنا كده الحتة اللي انا بعمل فيها الموجة دي. شايفين الجبل بتاعنا ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين الجبل والمنطقة بتاعتنا جميلة جميلة. يعني اللهم اجعلنا راضين. احنا راضين راضين والحمد لله رب العالمين بجبلنا الجميل ده. انا بدعوكم لزيارة انكم انتوا تاجي تشوفوا الجبل بتاعنا ده. بسم الله ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. يعني بسم الله ما شاء الله. اه شرب هو الشاي وجه قلت له خلاص احنا ايه عايزين نخلصها. قلت له قبل الصلاة انا هعمل معاك اشيل معاك التراب كده اطلعه لك لبرا وانت ايه طلع جيب الجذور بقى من تحت. يعني اللهم بارك ربنا يبارك له في صحته وعافيته. ان هو يعني ما شاء الله يعني جاء وعمل معانا البتاع ده الشجر فكاه معانا من تحت. الجذور بتاعتهم شايفين الجذور بتاعتهم جاية ازاي. الجذور بتاعتهم يعني مش مخلية ديالة كده ديالة. احنا ردمينا كنا انا والمرحوم الله يرحمه احمد ويسامحه جوزي. كنا ردمينهم برملة وتراب. رملة وتراب يعني ما فيش طمي. بسم الله ما شاء الله. شوف ازاي الزرع اخضر. بس والله العظيم يعني انا زعلت عليهم الشجرات دول بس هيوقعوا لي الحيطة عشان كده شلتهم. بس زعلان عليهم صح عشان البذرة دي كان هو يعني زرعهم لنا. الله يرحمه ويسامحه. ادي محمد كمان هو قال يا ماما انا هعمل شوية. قلت له خلاص خليك انت مع عمو خالد واعمل شوية. قاعد هم عمل معانا شوية بقى يكحت معاه بيطلعوا بايديهم هما. بص شايفين الجذور بتاعتها ماسكة ازاي وجاية عند الحنفية وجاية في الأماكن يعني الحتة دي البتاعة دي اللي جنب الحيطة دي اللي جنبيها الزير من الناحية التانية. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله عليهم يعني لحد خدنا فيه ساعة وشوية. الحمد لله طلعناهم. وادي الجذور بتاعتها عايزين يطلعوا الجذور بتاعتها. هم مش عايزينها تموت عايزين يطلعوا جذورها بأي شكل.
مش عايزينها تموت يعني. فهم ايه عايزين يطلعوها. بسم الله ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادي ميدا اهو بيعمل فيها، بيطلع ايه. قال لها خالد في كم حجر انا اطلعهم لك. خالد اهو جاب الكريكة بالمسطرين، بيسحب ايه التراب. عشان طبعا شايفين الجدر بتاعها ازاي ملفوف حواليهم. يعني هو اي نعم كان يوم صعب ومتعب، بس الحمد لله يعني رب العالمين، الحمد لله ان احنا قدرنا نعملهم، وقدرنا نخلصهم يعني في نفس اليوم. اه هم خالد ومحمد خالد بيشيلوا محمد بايديهم. بيد محمد المسطرين بيقول له ايه، يعني طلعها بيه عشان تطلع معاك، عشان الجدر بتاعها قاعد تحت، فهي مزنوقة في وسط الحجارة. يعني هم برضه مش عارفين يطلعوها، طلعت بأعجوبة. سبحان الله اللي هي طلعت دي صراحة. يعني ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يبارك فيهم يعني ويديهم الصحة. محمد ولدي وخالد ربنا يكرمهم يا رب إن شاء الله، ويديهم الصحة يا رب العالمين. ومحمد ادعوا له إن ربنا يكرمه وينجح ويجيب مجموع حلو عشان يروح مدرسة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. والشمس جميلة، الجو الصبح كان هوا. بصوا شايفين شجر ازاي الهوا ما شاء الله، يعني قدام بيتنا دي احنا حاجة يعني جميلة. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما خلاص اهو بيشيلوا التراب من حواليها عشان ايه. شايفين الهوا عامل ايه في العباية بتاعتي. هنا انا واقفة جنب محمد قلت له ايه، انا همسك العروق بتاعتها عليكم وانتوا ايه شدوها من تحت، بس هي مش عايز تطلع بجد. يعني كانت ماسكة في الأرض، مش عايز تطلع حبيبة ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. يا رب يرزقكم ويا رب يرزقنا يا رب. يا حبايب الخير يا أصحابنا ويا حبايبنا، يا حبايب الخير يا في الدنيا والعالم كله. اتفرجوا على محتوانا جميل، ومنطقتنا حلوة، خضرة وجبل. يعني بسم الله ما شاء الله. دنيا يعني جميلة 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 جميلة. أنا وحبيبة أهو بنشد التراب معاهم، ايدينا احنا وحبيب، ايدي وايد حبيبة دي، ودي حبيبة ايه. شايفين جبلنا الجبل بتاعنا ازاي اهو، جابها خالد اهو. فهو فحر ليها فحرة يعني غويطة علشان يخطها فيها عشان ايه، عروقها ما تموتش. يخطها وهنحط لها مية على طول عليها عشان العروق بتاعتها ايه ما. بص العروق بتاعت التانية يعني ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان يوم مع انه صعب بس جميل. هذا هو حبيبة بيردموا ايه التراب عليها. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بخير أصحابي وحبايبي يا أهل الخير. هم اهو بيردموا وأنا معاهم بنردمها وبندوس عليها التراب عشان ايه، عشان تبقى زي ما هي ما تموتش معانا. عشان صراحة لو ماتت الشجرة دي أنا هزعل عليها هي والتانية. ايدي انا دي السمرة طبعا. وهذا حبيبي ايه وعمو خالد هما بيعملوها.
هو بيتكلم كان بيقول المانجا ومش المانجا، وبيقول السنة الجاية إن شاء الله ناخد منها مانجا. بقول له إن شاء الله بإذن الله يا رب ناخد منها إن شاء الله. هي في الأساس أصلا شجرة مانجا، بس احنا حولناها دلوقتي بقى، يا رب بس تعيش بقى وتطرح لنا إن شاء الله. خدتناها جنب شجرة النبق اللي احنا دايما بنصورها في البث، بصورها دايما معاكم عند البيت. أي ما شاء الله خدتناها هي والنخلة، وربنا يا رب يكرمنا فيهم إن شاء الله كده ويطرحوا يا رب. الجبل بتاعنا اهو، الجبل منطقتنا الخطيرة اه واقف هناك اهو، هيثبتها. وانا بقول له بص علينا، يعني انت دايما باصص في الارض، بص هنا خلينا نصوروك. بيتكلم اهو بقول لكم المانجا هنطرح بيها ايه ان شاء الله سنة جديدة، ناكل احنا والمشاهدين مانجا والمتابعين طبعا والمعجبين اكيد، يعني الناس كلها ما شاء الله. احنا بنحب الناس والله. اه برضه بشيل الطوب زي ما قال انا هنضف المكان حواليها خالص. قلت له خلاص كويس، ما احنا برضه هننضفها عشان برضه في حاجات متكسرة وكده. هو عايز يشيل الصفيحة دي دلوقتي من جذع الشجرة، فهي مش هتتشال معاه إلا لما ايه يشيلها بدل ما ينشرها يعني. مش هتتشال معاه عشان دي ليها سنين من بدري عايز يفتحها، هو مش هتتفتح معاه إلا بعد، إلا بعجوبة هتتفتح معاه يعني. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برضه هيحاول وهيطلعها على فكرة، لأن هي خلاص دابت أصلا من المية. احنا كنا عاملين فيها الشتلة دي ومدخلين فيها ايه، مدخلينها في الأرض بشتلتها. برضه المرحوم الله يرحمه هو اللي كان عاملها بشتلتها، هو كان جاي عامل القعدة دي جنب البيت. فهو دلوقتي برضه هيطلعها على فكرة، صمم وقال أنا أطلعها لكم عشان مش هتنفع تبقى مع الشجر كده. رحت أنا قلت له خلاص طلعها طيب، قلت له إن شاء الله بإذن الله كده تقدر تطلعها. وفعلا اداها ضربة بالحجر اتفتحت، لأنها هي ايه دايبة خلاص أصلا. وادي محمد واقف هناك، وادي حبيبة. حمزة ده يعني ما بيحبش يظهر على طول، فين وفين لو بقى معانا في فيديو يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التراب طبعا اللي طلع من تحت الشجر اللي احنا طبعا كنا رادمين عشان خاطر نعمل مع الابتدى، هو محمد وخالد هيساووه طبعا مع بعض. هيساووا الحتة اللي قدام الباب دي، وهتبقى ما شاء الله يعني هيساووا بيه الحتة اللي قدام الباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يكرمهم يا رب بالصحة والعافية والرزق الواسع، احنا وانتم. طبعا هم اتبهدلوا تراب وهدومهم بقى اتبهدلت واتدحكت تراب، تراب وطين بقى وبقوا ما شاء الله يعني. بس ربنا يكرمهم يا رب، ظبطولنا المكان والله، ظبطولنا الحتة اللي قدام الباب دي يعني بقت حلوة ما شاء الله. بيقول انا عايز اليوم النهارده ده يوم حبيبة باين عليه ما شاء الله، شكلنا مش هنحصل الظهر يعمل كده. قلت له لا ان شاء الله هتحصل دور الجمعة، قلت له ان شاء الله هتحصل دور الجمعة. هما بيسحبوا من مكان الشجر وبيودوا الناحية التانية. خالد بيقول له خليك من هنا يا محمد واشتغل من الناحية التانية عشان عشان ما نخبطش بعض يعني. فهم بيساووا يعني، خالد بنجيب من قدام ومحمد بيشد لورا عشان يظبط التراب في الناحية اللي ورا البيت اللي قدام البيت، بس جاية من الناحية التانية. خالد مسك ناحية ومحمد مسك ناحية، بس ما شاء الله يعني ربنا يديهم العافية يعني دول
ادوها ساعة في تطليع الشجر، والساعة التانية ساووا بيها الأرض دي. هما فلاحين ما شاء الله، فلاحين فلاحين يعني، شغالين في كأنهم شغالين في الأرض بيزرعوا ابتدى كأنهم شغالين في الأرض بيزرعوا ايه قمح. خالد بيقول احنا عايزين شوية قمح عشان نزرعها، محمد قال له لا احنا عايزين شوية ورد. انا بقول لهم لا احنا عايزين نزرع شوية ورد جنب السور هناك عشان يبقى جنب الشجر. قال لي انت شكلك ايه بتحقق احلامك النهارده يا ام حبيبه. قلت له ايوه بحقق احلامي. محمد اهو كان بيعمل في التراب بيساوي اهو. قال لي يا ام حبيبه انت عايز تحقق احلامك النهارده؟ لا تحقيق الاحلام مش النهارده كله. إيه قال انا عايز اروح احصل دور الجمعه، الشجره دي باظت خلاص، دي بقى مش هتنفعها، نحطها تتشمس كده عشان نعمل بيها ايه على الكانون حباية فول تاكلوا صوابعكم ورا حباية محشي. محمد اهو بيساوي هناك اهو، هو بيجيب له التراب ده، وخالد بيطلع التراب من تحت مكان الشجر، ومحمد إيه بيساوي التراب كده بيفرشوا على الأرض يعني ايه عشان بعدين عشان نساوي بيه الأرض، عشان الأرض طبعا فيها حتة عالية وواطية، فهي عايزينها تبقى ايه سوا بعضيها يعني، عايزين تبقى مسطوحة زي سطح كده حتة واحدة. عندنا أفكار جديدة وحلوة في قناة يوميات أم حبيبة، خلوكم معانا. أنا محمد أهو بقول أنا تعبت خلاص، أو بقول إيه أنا تعبت، قلت له خلاص خدت البتاع وروح اقعد الناحية التانية. وخالد قال أنا هكمل شوية، وده حبيبي هناك وده لا يا أم التانيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يوم مع انه كان صعب علينا ان احنا في ساعتين نعمل ده، بس الحمد لله يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله المكان بقى يعني حاجة تانية هتشوفوه. خالد بيسوي هو ومحمد، وكل شوية يوقف يقول ايه هي عايزة تحقق حلمها النهاردة. بقول له حلم النهاية تبقى متسوية هيتحقق النهاردة، هتسويها النهاردة قبل ظهر الجمعة وتتغدوا وتروحوا تصلوا. اعمل لكم الاكل قبل هما طبعا هنا راحوا يصلوا، هما طبعا احنا لسه ما خلصناش، هما راحوا يصلوا الظهر الجمعة، ومين اللي بيصورني بقى حبيبة بتصور، عشان كده ممكن الصورة يكون فيها تكون مهزوزة ولا حاجة. انا قلت لهم انا عبال ما انتوا رحتوا الظهر وجيتوا انا حكون سويت فيها شوية، بقت عالية يعني بقى المكان مرتاح. لو خطينا فيه مثلا طبلية كلنا، لو خطينا فيه حاجة قعدنا زي ما كنا بنقعد، ما تبقاش مايلة تبقى مظبوطة اهو. هقعد انا دلوقتي على الارض خالص عشان الم الحجارة والطوبة الصغيرة عشان محدش يوقع فيها، وهتتساوى دلوقتي انا سويتها ما شاء الله، وهتبقى متسوية وبلم التراب فيها الحجار، الحصحاص الحجار الصغيرة دي ممكن توقعي لاني بني ادم يكون طالع عليا حتة ولا بتاع ماشي اهو بشيلها عشان يبقى المكان كويس ومرتاح يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوة الا بالله. الكفاح وانك انت تنظف مكانك مكان جميل، وبسم الله ما شاء الله يعني احنا راضين باللي احنا بنعمله ده. على فكرة الرضا اول طريق السعادة، الرضا بنصيبك واللي مكتوب ليك اول طريق السعادة. بس ممكن يبقى معاك عيل من عيالك ما بيسمعش الكلام، فده بيتعبك،
فالحمد لله رب العالمين، يعني اللهم اجعلنا راضين بكل اللي احنا فيه، ربنا يجعلنا من عباد الصابرين الراضين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أفكار كثيرة في قناة يوميات أم حبيبة هتشوفوها معانا إن شاء الله. وأنا بعمل عرض أول كل يوم، يعني برضو خليكم معانا في العرض الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا الدعاء بتاعنا اليوم اللي احنا بنقوله: اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. ده يعني أدعية معانا ندعي بيها ونسمي ونصلي، ودايما نستغفر الله ونسبح ونصلي على النبي. اجعلي لك ورد يومي انك انت تصلي على النبي، تصلي بيه على النبي. لا علم لنا إلا ما علمتنا الله رب العالمين. يعني لو هو سبحانه وتعالى اللي علمنا ان احنا كل حاجة يعني تعلمناها. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا يعني الخبرة، بيدينا الذكاء، بيدينا ان احنا نفكر نعمل ايه النهاردة. فهو بقى ما شاء الله ما شاء الله، يعني هيبقى المكان اكيد انا يا حبايبي ويا اصحابي، اكيد يا اهل الخير، يا اصحابي وحبايبي يا اهل الخير، كلكم حبايبي ما شاء الله. اكيد نفسكم دلوقتي تقعدوا في المكان ده. المكان ده يعني هيبقى ما شاء الله. بص اهو بعد ما سويته اهو انا برش بالميه. الشجر اهو اللي احنا حولناه، وعلب الزقاق اهو. بص الطين بقول، بص المكان بتاع الشجر ده. طبعا دلوقتي انا هنا بعمل اهو برش ميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بص ما شاء الله المكان بقى ازاي جميل. علب الزبادي دي اللي على الصورة اللي انتوا شايفينها دي انا بزرع فيها شتلات صغيرة، حتى بعد كده بحطها في الأرض بزرعها. الشتلات الصغيرة دي اللي انا بزرعها في الأرض، في الزبادي، في علب الزبادي يعني بزرعها في علب الزبادي، وبعد كده ايه بحطها في الأرض. حتى عملت الحمزة منها كم شتلة، وديناهم المدرسة. اللي بعملها النشاط بتاع المدرسة بتاع العيال في مادة العلوم. بزرع البذرة الأول في علبة الزبادي، وبعد كده بنزلها في الأرض عندي. وديت وعملت لحمزة برضو بالنسبة للمدرسة. كانت طالبة منه شتلات، قالوا له احنا عايزين شتلات من اللي بتعملها ماما. فالحمد لله رب العالمين يعني وديت لحمزة شتلة. وما شاء الله يعني حلوة جميلة منظرها في المدرسة. احنا اهو بنعمل برش المية والمصطبة بقى وايه. وبعد ما رشيت جبت كوباية الشاي بلبن والفايش بقى وقعدت. ما انتوا كان نفسي تبقوا معايا تيجي تشربوها معايا. المرة الجاية بقى ان شاء الله تيجي تشربوا معايا الشاي. بدعو جميع انحاء العالم انه يجوا يزوروا اسوان ويشوفوا جمال اسوان والزرع والورود والجمال اللي في اسوان. ما شاء الله يعني ما شاء الله اللهم بارك. المكان بقى مكان يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني بقى مكان جميل تقعد فيه كده مرتاحة نفسيا زي الفل. هو مكاننا عامة احنا المصر بتاعتنا بنقعد برا، المود بتاعنا بيتغير لما نقعد برا. بنحس ان احنا كده قاعدين يعني في اسكندرية، مش قاعدين في الجبل بتاعنا. اي ما شاء الله بقت ازاي تساوت. بقت بص يعني بقت حتة واحدة، بقت حتة واحدة ما شاء الله. يعني ما شاء الله بقت حتة واحدة، بس برضو عايزة تظبيطة شوية ان احنا نشيل الطوب منها. بس بصوا ما شاء الله بقت حتة واحدة. فرشت المصطبة بقى انا محضرها عشان اجي اقعد انا بقى. ما شاء الله يعني اللهم بارك.
اللهم صل